الرعاية الصحية والعدالة الأسرية. احنا بس مبدئيا اللابتوب بيعرض لنا مجموعة من اللقطات من شغل حضراتكم. تمام كده مظبوط. طيب نروح لسارة وموضوع الرعاية الصحية والعدالة الأسرية. خلينا نبتدي الأول من الرعاية الصحية وأهم ما تقدموه في هذا المجال. احنا الاول عايزه اقول ان اي مجتمع علشان يتطور لازم يهتم بثلاث حاجات. احنا بقى مهتمين بالحاجتين الاساسيين دول اللي هم التعليم. احنا مش بنعلم بس، احنا بنقدم خدمات لطلبه المدارس. لانه احنا برضو مهما كان هي جمعيه اهليه، مش هتقدر تقوم بكل الخدمات او هتقدم خدمات لمين ولا مين ولا مين. فاحنا من هنا من البرنامج بنقول ان المفروض مش احنا لوحدنا اللي هنعمل، احنا المفروض نخلي الناس تشارك معانا. يبقى عشان اي بلد تتطور لازم نبدا بالتعليم والصحه والقضاء. طالما اي بلد فيها عدل وتعليم وصحه يبقى خلاص البلد دي تطورت. احنا بقى بنقدم في الرعايه الطبيه. المشروع ده احنا اشتغلنا فيه. لما حد فينا في الجمعيه بيشتغل بيقول انا بقدم حاجه للرعايه الصحيه، مش انا بس ساره، لا ده احنا كلنا. المشروع ده كنا بننزل ونعمل بروتوكولات مع الدكاتره، ونشوف كل واحد في مقدرته هيستقبل كام حاله، ونبدا على اساسها نعمل كشوفات باسماء الدكاتره، وعلى اساسها بناخد الحالات المرضيه بتيجي الجمعيه عندنا تاخد الكشوفات مجانا. ودلوقتي احنا بنسعى ان شاء الله ان هي يبقى رعايه متكامله، صح، دواء وكشف. ده بالنسبه للرعايه الصحيه. جميل. والرعايه الصحيه طبعا بتقدم في مجالات تاني غير عندنا في الجمعيه، برضو بتقدم في الحضانه، وشيماء هتبقى توضح الموضوع. ده بالنسبه للرعايه الصحيه. نيجي على العداله الاسريه. مشروع العداله الاسريه ده مشروع يعني جميل قوي، وهو برضو في يعني جواه كده تنموي. هو من الواجهه ان احنا بنحل المشكلات، لكن هو تنموي ليه؟ علشان برضو الاطفال اللي طالعه ما تتاثرش بالمشكلات اهاليها. احنا دلوقتي عندنا لو رحنا محاكم الاسره هنلاقي كل المشكلات بتاعت يعني محاكم الاسره ممكن تكون مشكلات تافهه قوي، بس هي تطورت مع العناد ومفيش حد عايز يسمع لحد، وضغوط الحياه اصلا اللي احنا عايشين فيها. فهي المشكله تطورت اصلا وتفاقمت ان هي توصل لمحاكم الاسره والطلاق والتشرد. وطبعا اي طفل متشرد، يعني احنا لو بدانا نبص المشروع ده بوجهه او بنظره اعمق ممكن تتحل مشكله التشرد. انا مش بتكلم بنظره ورديه قوي، بس احنا لو مش احنا بس اللي هنعمل، جمعيات محيطه والمجتمع كله يشتغل معانا. في شراكه. ممكن نقضي على يعني بحجم بسيط قوي نقضي على اطفال الشوارع، ظاهره اطفال الشوارع. طب يعني انا افهم من كده ان انتوا بتروحوا في جلسات خاصه بامور الصلح في محكمه الاسره؟ لا، احنا بنعمل عندنا في الجمعيه حلقات فضفضه او جلسات فضفضه. بنجيب السيدات اللي عندهم مشكله. طبعا احنا موجودين في منطقه شعبيه، بنستدعي السيدات واللي عندها مشكله بتقول. في مشكلات بتخلص واحنا قاعدين، يعني خلاص هي طالما عرفت وبتعرف. على فكره لما بتيجي تتكلم وبتسترسل الكلام كده تقول انا غلطانه، طب ما هو عنده ضغوط، طب ما انا لازم استحمله. بتمشي من الجمعيه خلاص المشكله اتحلت. في مشكلات بقى ما بتتحلش، بيبقى عايزه حل جذري يعني. فدي طبعا بتروح للي هيقدر يحلها، سواء كان محامي سواء كان مشكلات مثلا طبيه. الحاجات دي طبعا كلها بتبقى ليها المتخصصين فيها. طيب انتوا بتسمعوا للسيدات فقط؟ لا، للسيدات والرجاله طبعا. بس اللي بيجيلك اكتر السيدات، وبتبقى هي اللي بتتكلم معاكي اكتر. لكن ممكن لو رحتي للراجل يقول دي اسرار بيوت. ما هو انا عشان احل الحكايه لازم يكون الطرفين موجودين. بنجيب الست وبعد كده بنجيب الراجل. وساعات بنجيب الست والراجل، طبعا بيبقى قاعد مع الراجل زيه عشان يفهمه، واللي بتبقى قاعده مع الست انا مثلا وزمايلي اللي معايا في الجمعيه. طب يعني انتوا صغيرين في السن ولسه شباب، يعني ازاي مثلا وانتي في العشرينات ممكن تحلي ازمه سيده في ال50 من عمرها عندها كوارث مع جوزها؟ لا، ما انا عايزه اقول لك على حاجه. بالحب، انتي طالما بتحبي الحاجه اللي بتعمليها هتقدري تعملي اي حاجه في الدنيا. ما هو مش الحب بس، مهم قوي الخبره. انا خدمه اجتماعيه. فالمجال برضه داخل فيه حته الاجتماعي، وانا بحب المجال ده جدا. وبعدين انت برضه لما بتعملي حلقات فضفضه بتبقي انت قاعده واحده 20 واحده 30، وما تلاقي واحده مثلا عندها 50 سنه، وممكن اللي عندها 50 سنه تكون عندها مشكله بس تحل مشكله اللي عندها ال 20 سنه. حضرتك فاهمه القصه؟ فالتجمع والتعاون والفريق روح حلوه، تعاون جميل قوي. جميل. استاذ محمود.